حاجه فريده، انا وين تحبوا تهضروا على الجزائر نكون حاضر. ايوه ورد لك كما يقولوا بالمثل اللي الوزني وزنين ولا بشكل بالتحديد. لا راحت لي المقولة. اعطينا المعنى معليش، اعطينا المعنى. نرد لك دو فوا صاعين للصاعي صاعين دبوا سأرد إليك. يا أخي صلى على رسول الله، تعبت المذيع وحرجت الرجال بيقول لك المعنى في دوري مشي المعنى ما تعرف الصاعين يا والبغل بغلين والثورين والحمار حمارين. ايوه رد يا ويلكم يا المغاربه، بيرجع لكم الصاعين والوزن وزنين والبغل بغلين. ايوه صاعين بحضوري. الله اكبر، عجبتني الحركه بحضوري، حضوره هو قال. ايوه اني تشتمني او احنا ايضا نتمنى والرد يكون جزائري فوق الميدان. اسمعني، لا الرد بارك الله فيك. لا تقول لي تشتمني وتشتمني، ورونا في التيران يا تيران، ورونا في التيران ايها الثيران، العبوا لا تقول لي انا برجع له البغل بغلين والوزن وزنين والصاع صاعين. اللي يشتم ما يشتموكمش اصلا، ما عمرهم شتموكم، ما اعراضكم، ما اصلا تشتم انتم ممكن تشتموا بعض، اما المغرب يشتمكم ما يشتمكمش ابدا. انا ابصم على المغاربه انه ما يبصموكم، ما يسبكمش اطلاقا. اي ورونا في اللعب، ورونا كيف ستلعبون بعد سنه، واقول لكم الان النتائج. طبعا هو المبررات كده جاهزه، المبررات سترونها في كلامه القادم، لكن انا اؤكد لكم انهم سينهزمون هزائم مذله، سينهزمون في المغرب هزائم. ليش؟ لانه النفسيات متسخه. اللاعب اذا مش جاي هو لاعب بيلعب كره قدم وعنده قابليه انه يهزم ويفوز وعنده روح رياضيه انه ما عنده مشكله يهزمه ذلك الفريق او ذلك الفريق، هو ممكن يقدم مستوى اذا دخل يلعب. هؤلاء بيجوا وفي قلوبهم دود وعقارب سود، كيف يلعب؟ كيف يلعبوا في بالا الصحراء وابراهيم غالي والصحراء المغربيه وتندوف والمخزن والملك والاقجع والبريطانيا وبوريطه؟ كيف ستلعب؟ تخيلوا انتم نفسيه الكائن التبوني كيف ستلعب وانتم مشحون، يعني بتدخل بنفسيه ستنعكس على ادائهم. والله انا اقول لكم، اقسم لكم بالله من الان واحسبوها على اسعد الشرعي الى بعد السنه انهم سينهزمون هزائم حتى من جزر القمر، حتى جزر القمر ستفوز على الجزائر، ليس فقط المغرب، لانهم جايين يا رجال من المطار فقط. اول ما يوصل الفريق الجزائري من فوق الطائره وينزل في المطار وفي الطريق الى المطار في الرباط، خصوصا بعد ما يشوفوا الرباط هذيك، الرباط وجمال الرباط وروعه الرباط ولا طنجه وبس هكذا هم بيتفرجوا من الباصات، يتفرجوا من النوافذ، يتفرجوا من السياره التي ستقلهم من المطار الى داخل المغرب. هذه الرحله فقط بتخلي قلوبهم دود وعقارب سود، لانهم سيرون المغرب، سيرون الرباط، سيرون طنجه، سيرون مراكش، سيرون البنيان، سيرون البنيه التحتيه، ويقارنها على جمهوريه الموز. ما تسمع الا دود وعقارب سود. قسما بالله بيمرضوا عادوا فوق الباص، عادوا فوق الباص، ما قد وصلش الفندق ولا قد وصل حتى الفندق، ويعني وقدوا مرير. لذلك لن يدخلوا بنفسيات رياضيه، لن يدخلوا بنفسيات طبيعيه، لن يلعبوا كره قدم. هو جاي بتعبئه سياسيه وتاريخيه واحقاد توارثها. وانا اؤكد لكم قسما بالله لا اشك لحظه، لانه هذا في علم النفس التبوني، حتى في الرياضه انا افهم انهم سينهزمون هزائم منكر. الكل سيهزمهم، لذلك انا اتوقع انسحابهم، انا اتوقع وبشده انسحابهم. سيخترقون اي مشكله، سيقول لك بو سعدون، بو خرطون، بو زعدون، بو جغدون، هناك امراض، هناك كذا. سيختلق عشان ما يشاركش اصلا، لانه سينهزم. وهذولك المساكين اللي راكبين فوق الباص، البعثه حقهم والمنتخب حقهم سيرى المغرب وطار عقله، جاي يقول هذا المغرب اللي قاعدين نقول لهم فقراء وما عندهمش بنيه تحتيه. هذا المغرب، خصوصا الرباط جميله 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 في منتهى الروعه. الرباط والله العظيم بتمرضهم، الرباط واحده بتمرضهم، وخصوصا عندما يمروا من امام القصر الملكي. على يا ليتنا لك ويا ليتك لنا. والله العظيم سيمرضون مرضا ما بعده مرض، ولذلك سينهزمون لا محاله، لان نفسياتهم معقده. انا عندي نصيحه للاخوه المغاربه، اللجنه المنظمه، انا ارى الا تسكنون في فنادق راقيه بزاف، لا تسكنون فيها. شوفوا لهم اماكن كذا بدائيه، عشان ما الريموت كنترول كيف يستخدموا، وهذيك حق الماء اللي هي بالليزر، يرجعوا يقول لكم ما فيش ماء كما حصل معكم في الفندق اللي في السعيديه. انا من رايي انكم شوفوا لهم فنادق هكذا تليق بمستواهم، وانتبهوا يقرح فيكم عرق الكرم هذاك يا اخوان المغاربه، وتلقوا جزائريين في الشارع وتقولوا لهم اهلا وسهلا دخلون بيوتكم. انتبهوا. وهذا الكلام قاله امس واحد متداخل مغربي عندي في التيك توك، قال اياكم يا مغاربه ان تدخلوهم بيوتكم ولا تصيروا تضيفوهم ولا شيء، هذولا وباء وشر. انتبهوا للمناشف، انتبهوا للريموت كنترول، انتبهوا للادوات هذا، انتبهوا كل حاجه داخل الفندق، يعني اعملوا جرد بشكل سليم. الله لا يخطيكم، وان شاء الله. وفحصوهم كلهم،
فحصهم بوسعدون بوسيدون سيدا. ضروري اعتقد الفيفا لازم تعمل فحوصات طبيه وهذه الامور كلها ضروريه كلها.